انا عايز اقول لك العكس بقى، قابلت العكس بالظبط برضه. يعني هو برضه ممكن يسمعني عنده القوه الماليه وشايف ان في الاخر بيست يعني سيناريوز. هو من طبعا عشان اس اي بي قديم فمعروف في السوق، يعني عامل سمعه وعنده القوه الماليه. طب ايه يا جماعه احسن حاجه موجوده؟ اس اي بي. هات اس اي بي كبير وواسع مقاسه على حجم الشركه. نعم يعني هو عنده القدره الماليه بس حجم الحركات بتاعتها وكسايز بالنسبه لي لا، مش محتاجه البدله الكبيره دي. حلوه بس بدله كبيره واسعه عليا. يعني انا اتذكر واحترمت جدا جدا هذا الرجل. يعني قال لك انا اكبر غلطه عملتها في حياتي ان انا جبت اس اي بي. قال لي شايف الاكشن اللي انت عملته على الودو ده؟ انت خدت دقيقه. انا بالظبط في اس اي بي الشباب بياخدوا ربع او تلت ساعه. نفس الاكشن بالظبط. كان سيت جوردن انا عملته في دقيقه، هناك بياخدوا الكلام ده. يبقى اذا الراجل ده كان افضل له ايه بقى؟ انا لو داخل له من الاول اقول له باش روح لجوه ما تروحش الاس اي بي. بغض النظر اغلى ارخص هو ده الحل اللي يفت بالنسبه لك. انا دلوقتي البرايسنج ياتي مع هي المشكله ما نقيسهاش برايس، احنا نقيسها اروع. انا هدفع مليون جنيه وريتيرن في انفستمنت بتاعها بزيرو، ولا حضرتك تدفع 2 مليون جنيه وريتيرن في انفستمنت بتاعها 90%؟ 100% طبعا. بس ايه المقياس ده الواحد؟ ده المقياس الاساسي.